بزمن بعيد كان في كاتب روسي غير مفهوم الحب والحرب والحياة واسمه Leo Tolstoy. واللي ترك بصمة ما بينساها الأدب العالمي. ليو تولستوي ولد بسنة 1828 لعائلة نبيلة، بس عاش حياة مليانة صراعات داخلية وروحية، وترك الجامعة وبلش حياة بسيطة، وشارك بالحروب ضد نابليون. وتجارب الحرب خلت كتاباته تاخد بعد جديد وعميق، وبعد سنين من التغيير الداخلي صار ينادي للسلام والبساطة والحياة القريبة من الأرض والقلب. تولستوي كتب روايات ضخمة مثل الحرب والسلام يلي بتحكي عن حياة ناس عاديين وأحداث تاريخية كبيرة خلال غزو نابليون لروسيا، ومثل أنا كارينينا رواية اللي هي بتحكي عن قصة حب مأساوية تكشف تناقضات المجتمع والذات البشرية، إذ أسلوبه بيجمع بين الواقعية والتعمق بالفلسفة وبالدين، وبيحكي عن الخير والشر والحب بكل أبعاده. تولستوي كان مو مجرد كاتب، كان مفكر وفيلسوف، ونظرته للحياة أثرت على ناس كبار مثل غاندي ومارتن لوثر كينغ. أسس حركة للسلام واللا عنف، وكتب عن أهمية الحياة البسيطة والابتعاد عن الماديات. أعماله ترجمت لكل لغات العالم ولسه لهلأ بتنقرأ وبتدرس بكل مكان. قصة ليو تولستوي بتعلمنا إنه الأدب ممكن يكون أداة لفهم الحياة بطريقة أعمق من الأشياء التانية، وكيف ممكن إنه الإنسان ممكن يغير حاله والعالم اللي حواليه بكلمة. بس مو صدق حالك هلا بتروح بدك تحكي كلمة وتقعد تضل شهر وما حدا يعرف وينها. ولهون بنكون وصلنا لنهاية القصة. إذا عجبتك القصة لا تنسى تعملنا متابعة، اشترك على قناتنا باليوتيوب، ولا تنسى تتابعنا على قنوات التواصل الاجتماعي مشان نكبر ونزدهر مع بعض.